متابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا الكفتة بشكل جميل ولذيذ وسريع وشكل عملي جدا. لو احنا في رحلة، لو احنا في سفر، هتبقى طريقة مختصرة يعني. انا جبت معايا لحمة فرمتها، ده كيلو، وكان معايا عدد 3 بصل كبير، وحزمة كزبرة خضراء، واربع قرون فلفل رومي. ممكن يبقى فيه فلفل سبايسي، دي حاجة براحتنا يعني. وتبلتهم ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، بهارات لحمة، عدد 2 بيضة عليهم عشان تبقى متماسكة، وكمان اديتهم معلقة دقيق، وبقيوا بالشكل الجميل ده. طبعا كان لازم ان انا اعمل لهم عجينة جميلة وهشة ولذيذة. دي جت معايا، جبت نص كيلو دقيق ده، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة سكر بسيطة، وذرة ملح، وكمان بيضة، وكوباية زبادي، وزي معلقتين كده زيت زيتون، وعجنت بالباقي مية، وحطيت برضو 2 معلقة لبن بودر، وبقت عجينة ناعمة كده وجميلة جدا خفيفة. بس يعني انا سبتها ريحت يدوب 10 دقايق بس مش اكتر، وبعد كده بدأت اشكلها. شكلتها كده دايرة، وطبعا اديتها صباع كفتة مع فلفل اخضر مع جبنة موتزاريلا، يعني بدأت انوع برضو. وكمان برضو عملت مع الكاتشب، وكمان حطيت معاهم المايونيز بالشكل ده. وبدأوا برضو استريحوا 10 دقايق تاني بعد ما شكلتهم، ودهنتهم كاتشب، ورشيتهم بحبة البركة، او ممكن لو عندك سمسم عادي. انا ما كانش عندي سمسم بصراحة، بس هي حبة البركة بتبقى مفيدة طبعا. وبعد كده دخلتهم الفرن على درجة حرارة 200، وبقوا بالشكل الجميل ده. عجينة هشة جدا ولذيذة، والكفتة فيها طعمها خطير، طعمها جميل، بس مع مخلل سبايسي، ممكن كاتشب، مايونيز، وكانوا حاجة جميلة جدا يعني. اللي يجرب بألف هنا وشفا.